الفرق الأفريقية تستعد لبداية مشوارها وطريقها إلى النهائي. القوى الكلاسيكية الأفريقية بكل تأكيد منتخب مصر سيحظى السبع بطولات بقيادة حسام حسن، متسلحا بمحترفيه محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في مواجهة شرسة مع منتخب المغرب اللي بيعيش طفرة رياضية كروية على كل المستويات. المنتخب اللي بيحاول يفك شفرة البطولة اللي ما اتحققتش من 1976. منتخب أسود الترنجة والسنغال بمدرب محلي لكن بقيادة ساديو ماني وجاكسون واسماعيل صار، وايضا منتخب الجزائر بقياده بغداد بنجاح ورياض محرز، والجيل الجديد بقياده عادل بولبينه. يا ترى مين يقدر يوصل الى الطريق الى النهائي؟ عشان نعرف التفاصيل كلها ونتخيل مع بعض الطريق النهائي، منورني ومشرفني في هذه الحلقه نجم تحليل قنوات اون سبورت، نجم الكره المصريه ونجم الدراويش الهداف الكبير كابتن محمد صلاح ابو جريش. يا كابتن ابو جريش مساء الفل. مساء الفل يا اسلام، متشكر جدا على المقدمه الجميله. على ايه والله يا كابتن، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. كابتن حضرتك لعبت كام كاس اعتقد 3 3 صح؟ 92 و94 و96 96 دي احنا لعبنا فيها كوره حلوه جدا. أيوة. كانت في جنوب افريقيا صح، لكن ما وفقناش في ماتش زامبيا اللي هو كان نوك اوت، وصلنا في الدور الثمانيه تقريبا. ما كناش موفقين في البطوله دي، ضيعنا فرص كتير وجوان كتير، رغم ان احنا عملنا ماتش كويس قوي مع جنوب افريقيا صاحب الارض وكسبناهم، هم اللي خدوا البطوله في الاخر. بالظبط. لكن كانت بطوله من البطولات القليله قوي ان انت تكون معدي الدور الاول وانت مطمن يعني. يمكن دايما الفرق بما فيهم ايطاليا مثلا في كاس العالم ما كانتش بتكسب في اول الادوار التمهيديه اللي في البدايه، بس ما تخسرش. ودي كانت حاجه من الحاجات المهمه. يمكن احنا خسرنا ماتش الكاميرون لكن قدرنا ان احنا نعوض في ماتش جنوب افريقيا وكسبنا وصعدنا للدور اللي بعديه. دي حاجه من الحاجات الاساسيه في البطولات المجمعه. انت ممكن في توقيتات قليله قوي توصل فاينل زي ما احنا هنتكلم النهارده على الطريق بتاع منتخب مصر، لكن في نفس الوقت انت لازم يكون عندك تركيز شديد جدا ان انت ما تخسرش من البدايه. بتيجي المرحله اللي هي بعد الدوري المجموعات او بعد الدور التمهيدي، مرحله النوك اوت او الادوار الاقصائيه. دي مرحله لما بتوصل ليها انت فكرك بيختلف، الحسابات بتختلف والطموح بتاعك بيزيد، وبيبقى عندك تركيز شديد جدا وذكاء قوي في الملعب، وحرص على كل كوره ان هي ما تضيعش منك، وحرص على كل كوره ان هي لما تجيلك فرصه لازم تستغلها. دي من الحاجات الاساسيه في الفريق البطل اللي لازم تبقى متواجده ان شاء الله في منتخب مصر. انا اعتقد ان التوفيق ليه دور طبعا. حاله اللعيبه ليها دور، الجو العام بتاع المنتخب ليه دور، وده طبعا بالادوار اللي بيقوم بيها كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكابتن طارق، مجموعه الجهاز الفني المسؤول مع تواجد جماهير مش في بلدك لكن بتدي لك حماس ان انت يبقى عندك طموح المكسب صح. ودي حاجه من الحاجات الاساسيه في البطل، ان انت بتلعب مش على ارضك لكن ممكن ان انت تحقق بطوله. واعتقد ان البطوله اللي اتلعبت في غانا وكسبناها 2008 2010 98 بره مصر وقدرنا نفسه مظبوط. دي من الحاجات اللي كانت بتبين المعدن الاصيل بتاع اللعيب القوي اللي هو البطل في النهايه بيحقق البطوله من انياب الفرق اللي هي بتبقى معاها جماهير، بطوله صعبه بكل تاكيد. بالظبط. كابتن ابو جريش، هنبدا مع بعض مشوارنا وطريقنا للنهائي والتوقعات. هيطلع لنا دلوقتي ال6 مجموعات اللي موجودين في البطوله، حضرتك هتختار لنا اول وثاني كل مجموعه، ثم نروح بعد كده لمرحله احسن توالت. المجموعه الاولى صاحب الارض والجمهور، منتخب المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر. يعني احنا توقعاتنا برضو بتبقى على السكرين او على الشاشه وعلى الورق مختلفه تماما عن الملعب وعن الحقيقه اللي موجوده في الملعب والمستويات اللي موجوده في الفرق في الفتره دي. لكن لما نيجي نتكلم لوجيك كده، هي المغرب ومالي. المغرب ومالي، مغرب اول، مالي الثاني. ايوه بالظبط. المجموعه الثانيه اللي هي مجموعتنا، مصر ان شاء الله، جنوب افريقيا، انجولا وزيمبابوي. ان شاء الله يكون مصر وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا منتخب قوي بيلعب كره حلوه وسريع جدا، كورته سريعه وهم عندهم سرعات مش طبيعيه. طبعا عشان تقابل منتخب زي ده لازم الكره تبقى بتتلعب من بعيد، ما تفقدهاش بسهوله صح. من الحاجات الاساسيه ان انت تكون محرص في المسافات بتاعتك، تبقى مسافات ضيقه، ما تديش مسافات طويله عشان ما يبقاش فيه فرق سرعات واضح في الملعب. دي حاجه من الحاجات اللي طبعا كابتن حسام اكيد هيتفرج على جنوب افريقيا في البدايه. يمكن احنا عندنا اول ماتش مع زيمبابوي صح،
لكن عندك فرصه ان انت تتفرج على جنوب افريقيا. لكن انا برشح انجولا كثالث مجموعه. هنروح للتوالد دلوقتي. خلي بال حضرتك جنوب افريقيا كمان جزء كبير جدا من قوامها ما بين اورلاندو بايرتس وسان داونز، فده احنا عامه كمصر فاميليار باللعيبه، لعبنا معاهم كتير، لعبنا معاهم كتير يعني. المجموعه الثالثه نيجيريا وتونس اوغندا تنزانيا. نيجيريا وتونس. نيجيريا وتونس نفس الترتيب يا كابتن، نيجيريا اول تونس بالظبط، نيجيريا اول وتونس ثاني. نيجيريا اول تونس ثاني. المجموعه الرابعه السنغال، الكونغو الديمقراطيه، بنين، بوتسوانا. الكونغو الديمقراطيه بيدربها دي صبر اللي كان بيدرب الاسماعيلي فيما سبق. مش عايز اقلل من بنين. لا طبعا، يمكن يعني في ناس كتير مش مرشحها، لكن انا مرشحها مش تاني، ثالث. ماشي. طب اول تاني مين؟ السنغال وكونغو. السنغال والكونغو. دي صبر مدرب كبير يا كابتن. كبير جدا. افتقدناه احنا في الاسماعيلي. صح. وافتقدناه في الكره المصريه بشكل عام. هو خد تجربه في بيراميدز كمان وصغير. مش مصبوط. كتيره بس بس في الاسماعيلي بتبان شغل المدرب الكبير لما بيمسك فرقه بيقدر يصنع منها حاجه. وبيقدر يعمل منها مركز كويس وقيمه. صح. هو كان قيمه كبيره جدا لما خلى الاسماعيلي في المركز الثاني وكان بينافس على البطوله في السنه دي. وما توفقناش يعني ان احنا نكمل معاه في الفترة اللي مسكها، وبالتالي هو راح خالص على مصر. اتفق معاك مليون في المية. المجموعة الخامسة جزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية ومنتخب السودان. برشح الجزائر أول. عظيم. وغينيا الاستوائية تاني. وغينيا الاستوائية تاني على حساب بوركينا. غينيا منتخب قوي بالمناسبة. بوركينا ممكن اختيار موفق يعني. بوركينا ممكن تبقى ثالث. ماشي. لكن ما نستهينش برضو ان السودان فرقة معاهم مشبعه بالحماس قوي، ومعاهم مدرب قوي جدا طبعا. يمكن بانوا شويه قليله في البطوله العربيه، لكن هم من المنتخبات اللي عايزه تثبت وجودها في بطوله الامم الافريقيه. المجموعه الاخيره وهي مجموعه كوتيفوار، كاميرون، جابون وموزمبيق. كوت ديفوار وكاميرون. كوتيفوار اول، كاميرون تاني. ايوه. عظيم. دي اختيارات كابتن ابو جريشه الاول وتاني. كابتن محمد عايزين نروح بقى افضل 4 توالت من الست مجموعات. هنبدا بالاولى. يلا بينا. في جزر القمر، زامبيا، في حد فيهم ثالث؟ ممكن جزر القمر. جزر القمر اول فريق في التوالت من المجموعه الاولى. المجموعه بتاعتنا انجولا، زيمبابوي، حد فيهم ثالث؟ انجولا. المجموعه الثالثه اوغندا، تنزانيا، حد مكمل؟ ما توقعش يبقوا ثالث. المجموعه الرابعه حضرتك قلت ما حدش يستهين ببنين، بوتسوانا. بنين. والمجموعه الخامسه بوركينا والسودان. بوركينا تصعد كافضل توالت. كده احنا اخترنا الاربع فرق. فاضل بوركينا، بنين، انجولا وجزر القمر. مظبوط. ده شكل دور ال 16. قبل ما اروح له، حضرتك كنت واحد من اهم مهاجمي الكره المصريه الحقيقه، اللي ما اتفرجش على مقصيات محمد ابو جريشه او الكور الطوليه او التسديد من بره. مطمن لشكل هجوم منتخب مصر في البطوله؟ حاسس ان الجون بتاع مصطفى محمد في ماتش نيجيريا هيشيل عنه ضغوط كتيره جدا، خاصه انه كان متالق بشده في كاس الامم الافريقيه الاخيره؟ يعني لو رجعنا بالذاكره شويه في 98 هنلاقي ان نفس الهجوم اللي كان بيتهاجم بيه مصطفى محمد هو الهجوم اللي كان بيتهاجم بيه مدربه دلوقتي حسام حسن. بالظبط. ومش دايما الهجوم بيبقى نوع من الانواع السلبيه على المهاجم، لكن بيحملوا ضغط. بيحملوا ضغط. بيحملوا مسؤوليه كبيره في ان هو ما ضيعش فرص كتير، بيحملوا المسؤوليه دي، لكن في نفس الوقت بيديله نوع من الشراسه التهديفيه، ودي حاجه ما بتتواجدش الا في المعدن القوي قوي والشرس في المهاجم. صح. اعتقد ان صبر مصطفى محمد على حاجه زي كده ممكن تخليه ليه ابر هاند في البطوله. وليه طموح ممكن ما يكونش موجود في مهاجمين كانوا موجودين قبل كده، لان مصطفى محمد من اللعيبه اللي عندها الامكانيات البدنيه اللي تسمح له بكده والتهديفيه اللي تسمح له بكده في نفس الوقت. ناقص له التوفيق، ودي حاجه من الحاجات المهمه في البطوله بشكل عام، لان التوفيق دي حاجه وشفناها كتير قوي، ان في فرق كتير قوي في كاس العالم وفي بطوله وفي بطوله عربيه بتلعب ماتشات قويه جدا، لكن مش دي الماتشات. ما تيجي للادوار دي اللي هي فيها نوك اوت واقصائيه، مش دي الماتشات اللي فيها فنيات عاليه ومستوى عالي، وان انت توصل وتبقى عندك الاستحواذ ونسبه الاستحواذ قويه. دي الماتشات اللي بتكسبها وما تلعبهاش. دي الماتشات اللي بتعمل ماتشات ممكن ما تلعبش فيها جيم حلو قوي، لكن تعرف تخطف وتكسب. لكن تكسب. صح. لكن تكسب في النهايه. عظيم. ودي محتاجه توفيق ومحتاجه تركيز قوي قوي وذكاء من اللعيبه.
تركيز من المدربين، ودي حاجه من الحاجات الاساسيه، لان كميه المدربين الموجودين في البطوله كتير، اسماء كبيره طبعا، واسماء ما يستهانش بيها، خصوصا في المجموعه الثانيه بتاعه المغرب الناحيه الثانيه. ايوه. طب تعالى نبدا من اول مواجهات دور ال 16 يا كابتن محمد، مواجهه تونس ومالي. مين يقدر يعدي دور ال 16، تونس ولا مالي؟ مالي تعدي على حساب منتخب تونس. السنغال بوركينا فاسو ده ماتش فيه سرعات كبيره قوي. لا السنغال ما تقدرش تقارنها بالمنتخبات الافريقيه كتير. يعني مش هتقدر تفكر كتير في ان انت تقارن منتخب السنغال بالقوه الهجوميه اللي موجوده فيها، بالفكر بالتطور اللي عند لعيبته، بالتطور الرهيب اللي عنده لعيبته والسرعات اللي موجوده عنده، ان انت تقدر تقارنها بمنتخب مش هقول في مستواه، لكن على الاقل منتخب طموح ان هو يحقق مركز. يبقى السنغال تعبر بوركينا فاسو. وهنا المواجهه بتاعه منتخب مصر في مواجهه جزر القمر. هي لوجيك طبعا منتخب مصر، لكن ما يمنعش ان انت تقدر تخاف من المفاجآت اللي تحصل في ماتش زي ده. عشان كده بقول لك ان التركيز مهم جدا، ومش مهم المستوى، لكن مهم ان انت تحافظ على ان انت عندك الدافع بتاع المكسب بيجيب مكسب باستمرار، وطموح البطوله انت دايما باصص للخطوه الفاينل. اوكي، ما بتبصش للخطوه اللي تحت رجلك دلوقتي. عشان كده انت ما تركزش قوي في المستوى، لكن تركز ان انت اولا ما يخش فيك جون، ودي حاجه من الحاجات المهمه في الدور ده بالذات. الحاجه الثانيه ان انت تبقى شديد التركيز في استغلال الفرص بتاعتك. عظيم. اللي يجي لك تخلص بيه على طول، ممكن يخلص 1-0 وممكن يخلص ضربات جزاء. يعني ال 90 دقيقه بمجملها وممكن تبقى 120، بس في الاخر تقدر تعدي. التركيز مهم جدا ان انت تخلص الماتش ده. عظيم. المواجهه الرابعه كوتيفوار وغينيا الاستوائيه. الطبيعي كوت ديفوار، لكن ما تامنش الكوره. يعني دايما الادوار اللي زي دي بتبقى مع الفرق الصغيره اللي زي غينيا، بيبقى ليها طموح ان هو وصل عدى الدور التمهيدي ووصل لدوري الدور بتاع عايز يكمل المغامره عايز بتاعته، يكمل، وعايز يبقى مفاجاه، وعايز يبقى تاريخ كبير بالنسبه له ان هو حققه، وعايز يبقى كل الناس بتتكلم عليه، فممكن يعمل مفاجاه كبيره. هنا حضرتك متوقع غينيا تعمل مفاجاه على كوتيفوار؟ ممكن، لكن الطبيعي برضه كوت ديفوار. يبقى حضرتك تروح لكوتيفوار. كوتيفوار تعبر على حساب غينيا الاستوائيه، زي ما كابتن ابو جريشه اختار. الناحيه الثانيه مواجهه ما بين جنوب افريقيا والكاميرون. 50-50 مش هقدر اقول، لان الكاميرون مش في المستوى الطبيعي بتاعها، وخصوصا بعد خسارتها انها توصل كاس عالم السنه. صح. فممكن تبقى ايكوال، وبرشح جنوب افريقيا تعدي الكاميرون بعد مباراه متكافئه. المغرب في مواجهه بنين اللي حضرتك قلت ما حدش يستهين بيها. ماتش مش سهل للمغرب، ماتش مش سهل خالص. منتخب متطور جدا بالمناسبه بنين. ايوه. وبرده من المنتخبات زي ما اتكلمنا على بوركينا فاسو، هنا بنتكلم على بنين ان هو يكون عنده طموح ان هو يوصل للدور اللي بعديه، وخصوصا انه بيلعب صاحب الارض وصاحب السمعه كويسه الفتره اللي فاتت. دي تبقى مفاجاه الموسم زي ما بيقولوا، يعني التاريخ الكبير هيلعب على المفاجاه دي. لا المغرب، لكن المنطق والمستوى الطبيعي يقول ان المغرب تعدي. يعني انا زي ما بقول لك يا اسلام، كل دي توقعات، لكن طبعا في الملعب وفي التركيز الشديد والتوفيق، ودي حاجه من الحاجات المهمه. بتختلف في الملعب وبتختلف في البطوله، اجواء البطوله نفسها بتختلف، الجمهور ووجوده هل هيبقى عبء على فريق ضغط ولا لا؟ ممكن يبقى ضغط على لعيبه المغرب، خصوصا ان هم مطالبين بالاكثر من كده بعد تحقيقهم المركز الرابع في كاس العالم. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل عليهم ضغط شويه، لكن هم من اللعيبه خبرات كبيره اللي وصلوا لمستوى خبرات ما بيعنيهمش كتير قوي موضوع ان هم يتاثروا بالجماهير. المواجهه القادمه هي مواجهه الجزائر والكونغو. ماتش صعب على الجزائر. انا اتوقع الكونغو ماتش صعب، ودي صبر الحقيقه. الكل يتوقع الكونغو تكرار ان هي توصل سيمي فاينل زي البطوله السابقه. انجولا ونيجيريا برضه ماتش صعب على نيجيريا، خصوصا ان انت اتفرجت على نيجيريا مش بالمستوى القوي اللي كان موجود في سنين كتيره قوي من ايام اموكاشي لا طبعا. وبالمناسبه هي وصيف النسخه السابقه بالخساره امام كوتيفوار، لكن الفريق دلوقتي ممكن الكل ما بيرشحش نيجيريا تروح البطوله الاخيره. لا مختلف تماما عن البطوله الاخيره. حضرتك تختار مين؟ ارشح انجولا تعبر نيجيريا. هنا كابتن ابو جريشه ادانا مفاجاتين، الكونغو وانجولا. وبالمناسبه هي ما بتبقاش مفاجاتها، وبيبقى ليها علاقه بقرايه المشهد
للمنتخبات زي ما كابتن ابو جريشه قال دلوقتي. كابتن ابو جريشه عندنا سيمي فاينل او دور الثمانيه يعني زي ما احنا شايفين، مالي والسنغال. السنغال تعبر مالي. مصر في مواجهه كوت ديفوار، مواجهه كلاسيكيه معتاده بس صعبه جدا. اتمنى مصر ان شاء الله باذن الله مصر تعبر. ده انا لسه هاجي لك في الاصعب للاسف. السنغال ومصر طبعا. الناحيه الثانيه جنوب افريقيا والمغرب، ودي مواجهه صعبه برضو. لا المغرب تعدي. لا المغرب بص، ما دام وصلت للدور ده وعلى ملعبك وعلى كل الفكر بتاعك ان انت تحقق بطوله، مش هتقف قدامك بقى اي حد الا الماتش الاخير اللي هيبقى بالنسبه لك هو الصعب. اوكي، يبقى المغرب تعبر جنوب افريقيا. كونغو الديمقراطيه في مواجهه انجولا. فيستو مايلي امام شيكو بانزا، دي بذكريات الدوري المصري. أيوة. الكونغو تعبر جنوب افريقيا عشان يبقى عندنا سيمي فاينل ما بين 2 عرب موجودين. مصر المغرب، مصر في مواجهه السنغال والمغرب في مواجهه الكونغو. مصر والسنغال يا كابتن، حضرتك قلت ما حدش يقف قدام السنغال، ودائما وابدا الفرق القويه قوي في افريقيا اللي هم افريقيا السمراء احنا بنعرف نلعب قدامهم. دي حقيقة. هل في الجيل ده يقدر يعوض ما فاته في 2021 والتاهل لكاس العالم وخساره النهائي؟ هم زعلونا بصراحه، ودي اكتر مباراه المفروض ان هي تكون سائريه لمنتخب مصر، والدافع فيها لازم يبقى قوي قوي ان احنا نوصل لفاينل البطوله، بصرف النظر عن مين هياخد البطوله. لكن الماتش ده بالذات وانت وصلت للمرحله والخطوه دي، دي من الحاجات الاساسيه ان انت لازم تعوض فيها تاريخك اللي انت فقدته في الثلاث اربع سنين، والمركز بتاعك العالمي، وعدم تحقيق بطوله، صح، وعدم وصول لكاس العالم. يعني دي حاجه من الحاجات اللي لازم اللعيبه، وخصوصا طبعا بقياده محمد صلاح وعمر والمجموعه اللي موجوده اللي املنا فيهم كبير ان شاء الله ان هم يحققوا الفوز على منتخب السنغال يا رب. يبقى مصر ان شاء الله توصل للنهائي باذن الله على حساب منتخب السنغال. الناحيه الثانيه المغرب في مواجهه كونغو الديمقراطيه. يعني الماتش برضه هيبقى صعب على المغرب، لكن الكونغو مش هيستسلم بسهوله يعني. يعني ده ممكن يوصل لضربات جزاء، لان دي صبر من عقليه المدربين اللي بتعرف تقرا الفرق اللي قدامها كويس قوي، ومدرب بيقدر يسيستم المجموعه بتاعت اللعيبه بتاعته على اساس طريقه اللعب اللي بتناسب الفريق المنافس. اتفرجت له الحقيقه على كام ماتش الفتره اللي فاتت، لقيته يعني مدرب من المدربين القليلين قوي اللي بيقدر يصنع لعيب كوره، صح، ودي حاجه بتحسب له طبعا، عشان كده هم متمسكين بيه جدا. اتوقع المغرب، لكن الماتش مش هيبقى سهل عليها او مش هتصعد بسهوله. يبقى المغرب تعبر بعد صعوبه في مواجهه منتخب الكونغو الديمقراطيه عشان نوصل لنهائي ما بين منتخب مصر ومنتخب المغرب. اتمنى احنا نوصل للخطوه دي. يعني هتبقى راضي يا كابتن ابو جريشه جدا، وشايف ان المشاركه جيده قبل ما نروح للفاينل لو منتخب مصر قدر يوصل ان شاء الله النهائي باذن الله. عايز افكر الناس بحاجه، بس ان منتخب المغرب ما بياخدش بطوله على ملعبه، ودي حاجه ممكن تبقى دافع قوي جدا للاعيبتنا. لكن انت وصلت لخطوه زي كده، وخطوه لتصليح حاجات كتير قوي في الكوره، وخصوصا ان انت بقالك فتره بعيد عن منصات التتويج. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن ترجع لك تاني الامكانيات بتاعت لعيبتك اللي هي كانت مهدره الفتره اللي فاتت، ان انت ما بتاخدش بطوله. محمد صلاح في فتره من الفترات كان بينافس على او تواجده في البالون دور عشان خطوه زي كده، صح، ما حققش بطوله قاريه، ودي حاجه من الحاجات اللي كانت هتساعده كتير قوي ان هو يحقق حاجه زي كده. اتمنى ان دي تساعده ويحقق حاجه زي كده مع منتخب مصر، لانه ما خدش بطوله قاريه معاهم. والحاجه الثانيه ان هو يحقق حاجه شخصيه ليه، لان الفتره اللي فاتت كان عليه ضغوطات شديده جدا. اعتقد ان هو احق ان هو يكون موجود في الفاينل باذن الله ويتوج بالبطوله. يبقى اختيار حضرتك هو ان شاء الله باذن الله يكون منتخب مصر، باذن الله يكون منتخب مصر، مع الاعتراف طبعا بصعوبه المهمه مليون في المية امام منتخب. احنا بنتكلم كده طبعا، لكن الماتش ومتغيراته وظروفه وحاله اللعيبه اللي موجوده في الملعب والتكتيك اللي هتلعب بيه. حضرتك قلت جمله مهمه، طالما وصلت للمرحله دي ما تستبعدش اي شيء. لا خالص، لا انت وصلت للدافع القوي اللي انت بتحلم بيه من فتره كبيره عشان توصل لمرحله زي كده. ما اعتقدش ان انت هتقدر تفرط فيها بسهوله، ما اعتقدش ان انت هتقدر تسيب الماتش يروح لفرقه ثانيه وانت واصل للخطوه الاخيره ان انت تمسك فيها الكاس.
اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي حلم لكل اللعيبه الفتره دي، والطموح كبير ان انت تحقق حلمك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن ابو جريشه واحد من كبار هداف الكره المصريه وسليل عائله ابو جريشه العظيمه في الكره المصريه وفي اسماعيليه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. بشكرك جدا اسلام، ده انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله باذن الله باذن الله مصر والمغرب في النهائي كما توقع كابتن محمد صلاح ابو جريشه، وباذن الله محمد صلاح يستطيع رفع لقب كاس الامم الافريقيه رقم 8 في تاريخ الفراعنه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الطريق الى النهائي.